احنا النهارده كنا هنروح في داهية بسبب الزقردة ابن اخويا الصغير. كنا مسافرين شرم الشيخ بالعربية، واخويا الكبير هو اللي كان سايق، وكان حاطط على رجله ابنه اللي عنده 4 سنين. واول ما قربنا من الكمين بتاع الشرطة نقل الواد على الكنبة اللي ورا علشان الضابط ما يقولش حاجة. راح الواد الزنان فضل يعيط ومش عايز يسكت، فاخويا قاله معلش يا انس يا حبيبي، استحملني شوية لحد ما نعدي الضابط الرخم ده وهرجعك على رجلي تاني. بس الواد فضل يزن وما كانش عايز يسكت، واول ما قربنا على الضابط وبيوقفنا وبيطلب مننا البطايق والرخص، يروح المفعوص ابن اخويا يقول لابوه ولا كانوا شغال مرشد عند الحكومة: بابا هو ده الضابط الرخم اللي انت قلت عليه؟ انا اول ما سمعت كده شاورت للضابط على اخويا وقلت له ده ابوه، انا ماليش دعوة. راح الضابط ضحك ضحكة شيطانية من قلبه كده وقال له: ايوه انا يا حبيبي الضابط الرخم اللي بابا قالك عليه. والضابط حب يثبت لنا الكلام وخلانا نقف جنبه في الكمين حوالي ساعتين في عز الشمس لحد ما بقينا عاملين زي الفراخ المشوية. هل بقى بعد العذاب اللي حصل لنا ده نسامح الواد الصغير ولا نعمل فيه ايه؟